شيرين محمود عبد المنعم، والدة محمد علاء الطنطاوي وعبد الله علاء الطنطاوي وجيلان علاء الطنطاوي. والله يوم جميل جدا بصراحة، يعني شامل كل يعني الحاجات اللي تفرح الأولاد. بصراحة كابتن رضا مشكور جدا، يعني بيهتم بالولاد في كل الجوانب، بالنسبة للتعليم، بالنسبة للقرآن، بالنسبة للحالة النفسية، الحالة الرياضية، للتغذية، احتوائه للأطفال. ويعني بصراحة الأكاديمية دي ما تحسش إن هي أكاديمية زي أي أكاديمية تانية. والله هو إحنا هنا بنتعامل أسرة، مش أولياء أمور وكده. وبعدين يعني أنا متواجدة معاهم هنا، بذاكر للولاد معاهم، يعني بدي دروس مع الأكاديمية. أنا بقالي يعني سنة وشوية، جربت أكاديميات تانية بس كانت دي من أفضل الأكاديميات. لما اتاح لي الفرصة إن أنا أديلهم يعني مذاكرة أو دروس مع الأكاديمية، وكابتن رضا طبعا يعني سمح لنا بده، فكانت حاجة جميلة جدا. والولاد بصراحة يعني اجتازوا مراحل جامدة. دي مجانا ولا ببلاش؟ لا مجانا، الأكاديمية عاملة كل ده مجانا. لما نوضح ده عشان الناس كده. ايوه، لا على فكره هي الاكاديميه بتدعم الاطفال دروس علم، دروس قران، كمان بتدي فقه وسيره، كل المجالات. كمان بتدعم حته ان هي بتدي خصم العيادات في الكشف، خصم لتحاليل وكشوفات، يعني عامله يعتبر زي شبه تامين كمان للولاد. أميز حاجه في الاكاديميه بصراحه هي كل حاجه فيها مميزه. يعني لو حضرتك شفت اي اكاديميه بره مش هتلاقي كل الحاجات دي. هي الاكاديميات بره كوره فقط لا غير. لا كتير، يعني الاكاديميات هناك كما بقول لحضرتك هي كوره فقط، مفيش توافق. حتى المدربين اللي بيتعاملوا مع الاطفال ما فيها، مش زي هنا بيحتووا الاولاد اكتر، بيهتموا بكل الجوانب، مش هتلاقي ده هناك. بشكر كابتن رضا جدا جدا على مجهوده الرائع، على حبه للاطفال، على كل اللي بيديه لهم. بشكر كل الكباتن على مجهودهم مع الاطفال وعلى احتوائهم كلهم. بشكر المركز الفني وبشكر الاداره وبشكر حضرتك طبعا. بس ربنا يبارك لك، شكرا.